الفلاني عليكم يا احلى بنات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد وبنتكلم عن الحنه. ليه شعري لما باجي اصبغه بعد ما عملته حنه ما بيلقطش؟ وهل لو انا عملت حنه وجيت اصبغ شعري اصبغ بعدها بقد ايه؟ واعمل امتى اللون اللي انا عايزاه؟ والحنه امتى تبقى مش موجوده في شعري نهائي؟ هجاوب على الاسئله دي كلها معاكم. المهم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لو انتوا اول مره تدخلوا، وتعملوا لايك للفيديو وشير لو حبيتوا. هنبدأ الحنة. هل أول حاجة هجاوب عليها، هل الحنة مفيدة للشعر؟ الحنة في منها أنواع كتير، في حاجة مفيدة وفي حاجة مش مفيدة. امتى الحنة تناسبك انتي؟ في حالة واحدة بس، ان كنتي مش بتصبغي شعرك ومش هتصبغيه، وان كنتي عاوزة الحنة مش للتلوين، الحنة اللي هي الطبيعية. اي حنة اللي بتبقى طبيعية وفيها فيتامينز للشعر هي الحنة القديمة بتاعت زمان، بتاعت تيتا وتيتا التيتا والكلام ده كله. الحنة اللي هي بتتعجن اللي بيبقى لونها اورنج، اللي كانوا بيحنوا بيها العرسان زمان، وما زالوا لسه في ناس يعني قليلة دلوقتي بتعمل نفس القصة. هي دي الحنة الوحيدة اللي ممكن فعلا تكون مغذية الى حد ما للشعر، لكن مناسبة لكل الناس؟ لا. بتغطي الشعر الابيض؟ لا. طيب الحنة اللي بتغطي الشعر الابيض دي حنة طبيعية؟ لا. الحنة جلوري او فاتيكا او الاكياس بتاعت الحنة الصغيرة دي طبيعية ومفيدة؟ لا لا لا، واسوأ من الصبغة بكتير. طيب انا حنيت شعري، الحنة الصغيرة بتاعت جلوري او الاكياس دي كلها اللي بتدي الوان غامقة، الحاجات دي كلها مضرة جدا لفروة الراس وبتخف الشعر جدا، وسيئة لانها فيها مادة الصبغة بتاعت الشعر اكتر كمان من الصبغات العاديه. بيبقى فيها ماده اسمها الاطران، دي بتبقى زياده فيها قوي، علشان كده بتلاقي جلد راسك نفسه اسود وبدات تطبع في جلدك وبتدي سواد فحم للشعر، لكن هي مش صحيه للشعر نهائي. ولو استخدمتيها على المدى البعيد بتفضي الشعر من الحتت دي وبتخف الشعر من النص، ماشي. وكمان بعد الشر بتجيب امراض وحشه. طيب انا دلوقتي عايزه احط حنه على شعري. لو انت عايزه تحطي حنه على شعرك يبقى انت مش ناويه تغيري لون شعرك، علشان بعد كده لو انت حطيتي حنه على شعرك الحنه بتقفل الشعرايه من ناحيه الصبغه نهائي. طيب امتى احني شعري؟ امتى اصبغ شعري بعد الحنه؟ مش اقل من 6 شهور واعمل تيست. ولو عملت تيست والصبغه ما لقطتش في شعري يبقى مش هينفع اصبغ شعري. طب اعمل تيست ازاي؟ اجيب خصله من قلب شعري من جوه خالص واحط عليها الحنه اللي انا هحطها دي واشوفها، الصبغه اللي انا هحطها واشوفها هتلقط ولا لا. الصبغه اللي بتتعجن اللي هي البلدي اللي من عند العطار اللي بتتعجن دي الى حد ما ممكن لو عملتيها مره بعد 6 شهور ممكن شعرك يلقط. الصبغه السوداء زي جلوري والاكياس اللي بتتباع دي واللي هي بتصبغ الشعر صبغه سوداء مكحوله دي بيبقى صعب جدا ان انتي تصبغي شعرك بعدها الا لو شقرتي، وتشقير مضر جدا للشعر. فيفضل الناس اللي بتحب تغير الوان على طول اوعي تحطي حنه على شعرك وتقولي دي مغذيه. الاكياس دي مش حنه نهائي، هي مكتوب عليها حنه لكن هي مش حنه، دي صبغه بس من نوع سيء وبيبقى فيها حجر اسود وماده الاطران بتضر الشعر جدا جدا جدا. يعني دي كده شويه اسئله عن الحنه. طيب امتى الحنه تبقى مفيده للناس اللي مش بتغير لون شعرها وحاطه بس كترطيب وتغذيه للشعر، مش ناويه تغير لون شعرها؟ استخدمي حنه براحتك. لو انت مش هتغيري شعرك مثلا لمده سنه ونص استخدمي حنه براحتك. بس كده، اتمنى اكون افدتكم وفيديو صغنن قد كده، وان شاء الله اقابلكم في فيديو جاي تاني. اكتبوا لي الحاجات اللي انتوا حابين اعمل عنها فيديوهات في الكومنتس، برد على كل الكومنتس هنا على اليوتيوب، ومش بسيب ولا كومنت الا لما برد عليه. بحبكم كلكم، باي باي.